بص، لو انت عندك بيزنس وبتبيع لنفسك وعايز تعمل فولو اب مع عميل قال لك طب افكر هندسه وارد عليه، وحاسس ان هو مش عارف ياخد القرار او محتاج له زقه، فانا هقول لك ازاي نعمل ده، والاهم ان انت تعملها صح، وخصوصا لو هي خلينا نفترض انها اخر محاوله قبل مثلا ما يحصل ايفنت معين، زي ان انت مثلا بتنظم رحلات فخلاص الرحله هتطلع وعايز تزق كام واحد عشان تجمع الكراسي بتاعتك، او مثلا في تدريب انت بتقدمه والتدريب خلاص هيبدا. وهقول لك كمان على مصيبه لازم تبعد عنها تماما، لان ديت بتقتل العميل، مش في المره ديت بس او في البيعه ديت بس، لا ده هتقتله لك على طول لو انت عملتها. انا عمرو شعلان، وبعد 20 سنه في الماركتنج ولبسات الحمد لله كتير جدا في البيزنس، اتعلمت وفهمت ان اهم من الشغل مش تظبيط الشغل على قد ما هو ازاي نعرف نجيب عملاء جداد عشان نبيع لهم الشغل. شير الفيديو دوت يمكن ربنا يجعلك سبب رزق لحد تاني، ويلا بينا نبيع الشغل. اكتر حاجه غلط تبعد عنها تماما ساعه ما بتيجي تعمل فولو اب ان انت تخش للعميل مهزوز او ضعيف. اوعى تبعت رساله مثلا من دول انا بس كنت بطمن على حضرتك، او ايه يا باشا ايه الاخبار، هو انا زعلت حضرتك في حاجه، اصل بقالك يعني حضرتك قلت لي هترد عليا وما ردتش. كل دوت غلط، ما تعملوش. انت كده بتبين له ان انت محتاجه جدا وهو اللي مش محتاجك. العميل بيشم ريحه النيدنس ديت من على بعد ميل، وساعتها هياخد بعضه ويجري. هو عايز حد يحل له مشاكله، مش هو اللي يحل مشاكل الناس. بالمناسبه اول قاعده في البيزنس الصح، مخك مش المفروض ان هو اللي يفكرك بالفولو ابس. لو انت فاكر كويس ان هو المفروض تكلم فلان يوم الاثنين وفلان التاني يوم الثلاث، ودوت انا واصل معاه لكذا ودوت انا واصل معاه لكذا، يبقى انت كده البايب لاين بتاعك فاضي. مش المفروض ان انت تركز اصلا في الحته ديت. البيزنس الحقيقي بيعتمد على كالندر، على سيستم يساعدك في الامور ديت كلها، بحيث ان انت ولا تنسى حد ولا تفضل شاغل دماغك بالجزئيه ديت. اصلا لازم لما تيجي تتابع من فوق. طيب المفروض نعمل ايه بقى؟ هنقول مثلا ان احنا عايزين نبعت دلوقتي لشريف اللي هو العميل بتاعنا ونزقه الزقه ديت، وهنقول مثلا ان احنا بنبعت له فويس مثلا مسج على الواتساب. فمثلا هتقول له ايوه يا شريف ازيك عامل ايه، انا كنت قاعد الصبح مع التيم بتاعي، حتى لو انت ما عندكش تيم بالمناسبه، وبنراجع كل اسماء الناس اللي اشتركوا معانا في اخر 72 ساعه وما لقيتش اسمك موجود. ده لاننا احنا بنبدا التدريب بتاعنا يوم الاثنين اللي جاي. انا بس حابب اتاكد منك ان انت لسه مهتم ان انت تعمل 1 2 3. 1 2 3 دوت اللي هو الفاليو من الخدمه او البرودكت اللي انت بتبيعه، مش البرودكت نفسه. مش ان انت تشتري كذا او ان انت تشترك معانا في كذا اللي هو مثلا التدريب مثلا. هتقول له لا الفاليو من الموضوع، زي مثلا ان انت تعمل ايه دخل اضافي. مثلا افرض ان انت بتدي مثلا تدريبات مثلا للفريلانسرز مثلا او حاجه زي كده علشان يعرفوا يسوقوا لنفسهم او ايا كان، فانت بتدي له الفاليو من الموضوع. فانت لسه مهتم بالموضوع دوت او هي لسه من اولوياتك دلوقتي؟ لو لا مفيش مشكله، بس يا ريت تعرفني النهارده قبل الساعه كذا علشان ادخل حد تاني مكانك. ودي اهم حته اللي هي التيك اواي. انت بتيك الموضوع منه، بتسحب الموضوع منه، وبيحس ان هو في ناس تانية عايزه الموضوع دوت. هو انت مش بتدبسه، مش هو لوحده، الموضوع مطلوب. فانت كده انت اللي مشغول جدا والناس بتشترك معاك طول الوقت، مش انت اللي بتجري وراه. لا ده وانت بتعمل شغلك وبتراجع ومرتب اوراقك، وبالصدفه لقيت ان هو اسمه مش موجود وفي ديدلاين وتيك اواي من الموضوع، انا هلغي الفايل بتاعك او هدخل حد تاني مكانك. فهو كده اللي هيخسر مش انت. فانت كده رجعت الكوره في ملعبه. لما تيجي تقول له طب هل دي لسه من اولوياتك ولا لا صرفت نظر عن الموضوع؟ طيب انت ممكن تقول لي ايوه بس انا ما حدش اشترك معايا اساسا. استخدم الايمج بتاعت شركات او ناس اشتغلوا معاك. لو عندكش ايمج معينه استلف الايمج ديت، مش عيب ومش غلط وما فيهاش اي نوع من انواع الغش. قول مثلا احنا دربنا 75 واحد من شركه كذا اللي هي الكبيره اللي عندها ايمج الراوند اللي فات، او الرحله اللي فاتت لنفس المكان دوت كان فيها 150 واحد وعملنا كذا وكذا وكذا واتبسطنا وبتاع. فانت استلف الايمج. المهم في الاخر ان الصوره بتاعتك والايمج بتاعتك ديت ما تتهزش في الفولو اب. بس كده قولوا لي ايه رايكم نعمل جروب لرواد الاعمال نتكلم فيه مع بعض ازاي ندور على العملاء ونتواصل معاهم ونحافظ عليهم للبيزنس بتاعنا. لو عجبتك الفكره ديت قول لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هكريت الجروب واحط لينك في الكومنتس ان شاء الله. سلام.